بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، ننقل لكم تحليل مباراة بيراميدز والزمالك في بطولة السوبر المصري في الإمارات. بدأ كرونوسلاف يوروزيتش المباراة بشكل عجيب وغريب، حيث أنه تخلى عن تشكيلته الأساسية في الدوري واللعيبة اللي المفترض بيلعب بيهم، ودفع بكريم حافظ في الجبهة اليسرى مكان دي سيلفا، فيرتون دي سيلفا، وبدأ بتحفظ واعتمد على أحمد عاطف قطة في الناحية الهجومية مع وجود فيستون مايلي المهاجم الصريح، مع غياب طبعا بلاتو توريه اللي هو اللعيب المهم جدا في وسط الملعب، مع الاعتماد على وليد الكارتي، ووجود مهند لاشين في وجود طبعا دفاع فريق بيراميدز، احمد سامي، وحراسة المرمى احمد الشناوي، وجود محمد حمدي ومحمد الشيبي، وقلنا فيستو مالك كراس حربة. وافتقد فريق بيراميدز للشجاعة الهجومية، وكان بيهاجم على استهداف وجود زلاكا. برضو زلاكا ما اداش، محمود زلاكا ما اداش الاداء الهجومي المطلوب، وتركوا في مشاكل عند كرونوسلاف يوروزيتش في هذه المباراة، ان هو ترك زلاكا مدة طويلة جدا في الملعب، وترك احمد عاطف قطة مدة طويلة في الملعب، وكان المفترض انه يعمل تغييرات مع بداية الشوط الثاني، لكن الواضح ان هو كان يعني ضامن المباراة. نقدر نقول كان في استهتار من لاعبي بيراميدز بلاعبي نادي الزمالك، اللي هم فاجئونا باداء رجولي من اول المباراه، بذلوا مجهود كبير جدا. محمد شحاته وجوده في وسط ملعب نادي الزمالك اضاف قوه كبيره جدا لنادي الزمالك بشكل كبير جدا. محمود حمدي الونش كمساك في خط ظهر فريق نادي الزمالك اضاف اضافات كبيره قوي. ناصر ماهر بذل مجهود كبير جدا 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 جدا. اللعيب اللي قدامنا ناصر، عمرو ناصر، كان على اعلى مستوى من الاداء وبذل مجهود. انا اول ما اتصاب عدي الدباغ انا قلت خلاص فريق نادي الزمالك مش هيبقى عنده السرعه ولا الاداء، لكن عمرو ناصر فاجئني باداء ولا اروع. واحمد شريف اللي نزل لعب بشكل كبير جدا، سريع واداؤه كويس جدا وبذل مجهود، وخرج مصاب وتم تغييره، لكن احمد شريف لما نزل اشتغل شغل اداء الدباغ. الواضح ان فريق نادي الزمالك كان عاوز يثبت وجوده في هذه المباراه كلاعبين وكمدرب جديد اسمه احمد عبد الرؤوف. واحمد زي ما انتم شايفين كده، احمد شريف لما نزل ادى اداء ولا اروع، وكان في انفرادات وكان في فرص كبيره جدا لفريق نادي الزمالك انه يقدر يأدي. كان الاستحواذ لفريق بيراميدز ما كانش لنادي الزمالك، وبيراميدز كان مستحوذ على المباراه طوال المباراه. وللاسف عدم تغييرات، وجود تغييرات مبكره لفريق بيراميدز هو ده اللي قلل فرص بيراميدز في احراز الاهداف. بيراميدز وصل ل 18 زي ما انتم شايفين وكان مسيطر، ولكن مدافعين نادي الزمالك كان عندهم وعي. بنتايج كان على اعلى مستوى النهارده وبذل مجهود كبير جدا. محمود الونش ظهر بمستوى عالي 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 فوق ما تتخيلوا. فعمر جابر بذل مجهود كبير. حتى عبد الله السعيد لما نزل على قدر المسؤوليه وقدر المستوى. سيف الدين الجزيري وسيف جعفر لما نزلوا عملوا برضو شغل حلو قوي. شيكوبانزا نزل غير الاداء وزود سرعه الفريق في الهجمات المرتده. لكن كرونوسلاف يورزيتش صراحه هو علامه الاستفهام في هذه المباراه. ادار المباراه اداره سيئه جدا 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 من الناحيه التكتيكيه. كان يقدر يعمل تغييرات، كان يقدر ينزل عبد الرحمن مجدي من اول بدل من الاول بدل احمد عاطف قطه، وكان ظبط الاداء شويه، او كان بدل زلاكا وكان ظبط الاداء شويه. ايفردون تزيلفا كان ممكن ينزل مكان كريم حافظ على اساس ان هو يزود الناحيه الهجوميه. كان في تحفظ كبير جدا، واللي انا مستغرب له من كرونوسلاف يورزيتش في هذه المباراه، ما تفهمش ليه الميل كان للناحيه الدفاعيه. تواجد الفريق داخل ال 18 كان ممكن يزود الفعاليه الهجوميه وينزل مروان حمدي جنب فيستون مايلي، وكان ممكن يبقى الشكل الهجومي افضل بكتير جدا.
محمد الشيبي لعب عرضيات، مروان محمد حمدي لعب عرضيات. لكن في النهاية كل الكور في كثافة دفاعية لفريق نادي الزمالك جوه ال 18، واعتمد على الهجمات المرتدة السريعة اللي كان بينفذها ناصر ماهر بشكل جيد جدا، ويلعبها في العمق الدفاعي لفريق نادي بيراميدز. وكان عمرو ناصر كان صراحة متألق في هذه المباراة، وبذل مجهود كبير جدا وخلخل دفاعات فريق نادي بيراميدز وأضعفها. لكن ما كانش فيه توفيق لنادي الزمالك في انه يحرز اهداف. حتى في الكور العرضيه تواجد ناصر ماهر في وسط الملعب، ضغط نزول شيكوبانزا اللي عمل مشكلة كبيرة جدا لدفاعات فريق نادي بيراميدز. في النهاية كان ممكن نادي الزمالك يخطف المباراة برغم الاستحواذ الكبير لفريق بيراميدز في هذه المباراة. كان ممكن يخطف المباراة في هجمة مرتدة من الهجمات السريعة، وخاصة كرة شيكوبانزا اللي دخل فيها جوه ال 18، وكان ممكن يصاب تصويبة أفضل من كده. كمان في كرة تانية كانت وصلت لعبد الله السعيد، مررها لسيف الدين الجزيري اللي وجد نفسه في انفراد كامل مع احمد الشناوي، ولعب فعلا الكرة ومرت جنب المرمى ببساطة. وكان نادي الزمالك عنده خطورة كبيرة جدا في هذه المباراة، وخاصة من الهجمات المرتدة السريعة. فريق نادي بيراميدز جات له اكتر من محاولة، وحاول يوصل لمرمى فريق نادي الزمالك. لكن الكرة اللي انتوا شايفينها دي هي كرة سيف الدين الجزيري اللي انفرد بشكل كامل بالمرمى احمد الشناوي. كان ممكن يحطها ببطن رجله في الزاوية البعيدة، لكن حطها بوش رجله، فطبعا خرجت جنب القائم، وكان ممكن يسجل هدف افضل بكتير جدا من كده. فريق بيراميدز حاول عن طريق ايفرتون دي سيلفا ان هو يوصل لمرمى فريق نادي الزمالك. وطبعا ايفرتون دي سيلفا وكل اللاعبين اللي نزلت، مروان حمدي وايفرتون دي سيلفا وعبد الرحمن مجدي، كلهم نزلوا تقريبا في الدقيقة 80 او الدقيقة 82، فما خدوش الوقت الكافي ان هم يلعبوا اكتر من كده. وكرونوسلاف يورزيتش كان متحفظ جدا جدا في تغييراته، واتأخر عن احمد عبد الرؤوف. احمد عبد الرؤوف اللي بدل بدري في الشوط الثاني وادى حيوية للفريق، وكان محتاج كان محتاج ان فريق نادي الزمالك يبقى في حالة نشاط. وانا اقول لك ان احمد عبد الرؤوف تفوق على كرونوسلاف يوروزيتش في هذه المباراه. صراحه احمد عبد الرؤوف عمل تكتيك دفاعي، واعتمد على الهجمات المرتده، وكان محفظ لاعيبته، وكان اللعيبه على يعني كانت اللعيبه بتنفذ تعليمات احمد عبد الرؤوف بشكل كبير جدا. ودي ميزه المباراه، ان احمد عبد الرؤوف كان ليه تاثير على اللاعبين ان هو يخليهم يلعبوا بالفاعليه الدفاعيه والاداء الهجومي اللي لعب بيه نادي الزمالك. فنادي الزمالك تفوق على فريق بيراميدز في الهجمات المرتده، وترك الاستحواذ الكامل لبيراميدز اللي معرفش يستغل كل الهجمات اللي جات له في الشوط الاول او في الشوط الثاني ان يوصل لمرمى فريق نادي الزمالك. وكان زي ما انت شايف كده الكور كلها طالعه بره وكور ضايعه. حتى ايفرتون دي سيلفا في الكره اللي سقطت له جوه الستة ياردة شاطها عاليه جدا، ودي كانت ممكن تحسم المباراه في الدقيقه 89. وبعد كده لجأنا لضربات الجزاء، وجه مصطفى زيكو غير المحظوظ اللي هو بيلعب الكرة على يمين عواد محمد عواد المتألق اللي بيصد الكرة، وبيتفوق فريق نادي الزمالك. وبعد كده بعد ما محمد عواد صد الكوره، جت كرة سيف الدين الجزيري اللي هي الكرة الحاسمة اللي حسم بيها المباراة، ووصول نادي الزمالك للنهائي ليلتقي فريق نادي الأهلي وفريق نادي الزمالك في مباراة جماهيرية من الدرجة الأولى. وسنشهد لقاء نهائي للسوبر المصري بين الأهلي والزمالك في مباراة من المباريات المهمة جدا في استاد الإمارات، استاد هزاع. والف مبروك للزمالك وهارد لك لبيراميدز، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نشاهد مباراة تليق بمستوى الفريقين الاهلي والزمالك، وان شاء الله يكون في تحليل رياضي ليها ان شاء الله. واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.